السلام الحبايب ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا يلقاكم بخير وعلى خير. معكم فريده. اليوم فيديو جديد ان شاء الله. اليوم قريت واحد الكومونتير، وبغيت نجاوب على الشخص اللي كتب هذاك الكومونتير. غادي نقول قبل ما نبدا، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. قبل المهم ما ندخل في الموضوع، كنشكركم بعدا المتتبعين الاعزاء. كنشكركم بزاف بزاف على الافكار ديالكم. وعندي واحد التوضيح صغير. البارح صورت الفيرما وكلشي كيعطيني رايه. كاين اللي كيقول لي اختي فريده ديري الدجاج تما، ديري هادي. كل واحد اشنو كيقول. صراحه عجبني الحال، ربي يخليكم، شكرا على الاهتمام ديالكم. لا يخطيكم عليا، كنحس بكم كتعطيوني واحد الاهتمام من القلب، وكتعطيوني الافكار من القلب. حتى انا صراحه كنعيش مع الكومونتيرات ديالكم، كنعيش معكم كانكم بحال احبابي في الله. صراحه هادشي اللي كاين، باش صراحه باش تكسب الحباب في واحد الوقت وجيز ويحبوك بدون بلا ما يكون حتى شي طمع ولا شي هدف ولا حتى شي حاجه، كيحبوك لله. راه شي حاجه نعمه من عند الله عز وجل. راه ما كيصيفط لك الله ناس اللي يحبوك حتى كيكون الله عز وجل حبك، كيكون عارف قلبك كيفاش داير. وانا كنحمد الله ونشكره ليل ونهار على هذه النعمه هذه. غادي نقول واحد التوضيح مهم. كلشي كيعطيني فكره شنو غادي ندير. اختي فريده ديري مشروع، ديري هادي. ربما يمكن نتوما منين درت هذاك الفيديو كيحسب لكم انني ملي قلت لكم في الفيديو انا غادي نزرع هنا النباتات ونزرع بعض الاشجار وندير الزيتون وندير، كتعبوني. انا زعما كنقول لكم غادي ندير هادشي كمشروع مثلا البيع، ولا هي فكره زوينه، ماشي كلشي زوين الحمد لله. غير هو انا لا ما قصداش هكاك. انا قصده انني ندير هادشي زعما غاليه انا وصافي، كهوايه في نفس الوقت، باش شي حاجه زوينه انك كتزرع شي حاجه بيديك وكتشوف فيها انها كتكبر وكتسقيها، وهذه زعما شي حاجه زوينه. وفي نفس الوقت كدير داكشي غالي هكايا للدار والاحباب بحال وجهكم. اللي بغى شي حاجه ماشي للبيع، وانما غا هكايا وصافي لينا وصافي. هادشي اللي قصدت، زعما نباتات هكايا، الاعشاب بحال هذاك اليازير، البابون، الشيبه، النعناع، الربيع، داك القزبر المعدنوس، الشجر. قلت غادي ندير الزيتون، واحد الارض خاويه قلت لكم غادي ندير فيها زيتون، كلها زيتون. هذيك كنفكر ندير فيها زيتون، لان انا كنحماق على شي حاجه سميتها الزيتون. كنحماق على زيت الزيتون، كتعجبني زيت الزيتون انايا بزاف بزاف. بحال الاشجار الاخرى مثلا ندير هكايا، كل شجره ندير منها وحده هكايا جوج، ماشي مشكل. الزيتون هو اللي مهم. بغيت ندير شجر تاع الزيتون ليا انا زعما للدار وصافي هكايا، ماشي للبيع، ماشي باش ندير مشروع ولا شنو اخر. صافي هذا هو التوضيح وصافي. ولكن نتوما شكرا لكم، شكرا على الافكار اللي عطيتوني. الافكار ديالكم كلها كتعجبني، كلها في محلها الصراحه. ما عرفنا وما تعرف شنو جاي في الطريق وشنو جاي من بعد. كل حاجه كتجي زعما كل حاجه بوقتها ان شاء الله. صافي هادشي اللي كاين. شنو اخر كاين اللي كيقول لي نجي نعاونك، ربي يخليكم والله يحفظكم ليا، الله يخطيكم عليا. زعما ربي شحال ما نشكركم ما غاديش نقدر نعطيكم حقكم كما هو صراحه. شكرا هذا ما كان. غادي ندخل في الموضوع. واحد الكومونتير جاني خايب في نفس الوقت ضحكني. هذاك الشخص اللي كتبتي هذا الكومونتير، قبل ما نقرا هذا الكومونتير هذا غادي نقول لك انت اللي غريب امرك والله. خاصك يا اخي ولا يا اختي
غريب امرك. انت اللي خاصك، ولا انت اللي خاصك اختي ولا خويا، تمشي تراجع راسك. والله من قلبي كنقول لك هاد الهضره، تمشي تعالج راسك و... وتشوف راسك ما بك. لان لان باش تكتب بحال هاد الكومونتير فضروري ما غيكون عندك شي خلل ماشي هو هذاك. للاسف عالج راسك قبل ما يفوت الفوت. قالوا هنايا في هذا الكومونتير غنقرا عليكم، غتكون شي وحدين فيكم ضروري غيكونوا قراو هذا الكومونتير، شفتوه عندي تمايا في الفيديو ديال البارح. قالوا هنايا فريده انا خايفه عليك شي حاجه في الفيرما ماشي حتى لهيه، كتعطي طاقه غريبه. والله حتى كتضحك. قال هنا عاوتاني يمكن مول الفيرما بقات شي حاجه من الطاقه ديالو تما في الفيرما اللي تقدر ترجعها رماد، وانتي كتشوفي وما تقدري ديري والو. سمعتوا فهمتوا هاد شنو بغاو يقولوا، فين بغاو يوصلوا هاد الناس هادو اللي كتبوا بحال هاد الكومونتير؟ انا زعما غنصدق بحال هاد الشيء هذا؟ هادشي انا كنضحك عليه. وهذوك الاشخاص اللي كيستعملوا بحال هاد التخربيق هذا انا كنضحك عليهم. انا راه ما كنامنش بهاد الشيء هذا، انا ما كنامنش بهاد ان شي هاد الشيء هذا ما كنامنش به انايا. حسبنا الله ونعم الوكيل. هادشي اللي غادي نقول. خليكم عليا انا في التقار، وما تكتبوش ليا بحال هاد الكومونتيرات، لان انا كنعترف وكنامن الا بالله عز وجل. الله تعالى هو اللي كنعرف انه قادر على اي شيء. وحاجه اخرى راه خصك تعرفي اختي ولا انت اللي كتبتي هذا الكومونتير، بان راه هذا الكومونتير راه خطر عليك، راه ما مزيانش، راه كان فيه واحد النوع ديال التهديد. راه بحال هاد الهضره هادي راه خطر على المجتمع، راه ما مزياناش لك. هو انا تلاقيتو معايا، انا بنت الناس، انا ما كنقدرش نادي حتى حشره ما كنقدرش ناديها، فما عساك انني غادي نقدر نادي بشر، بنادم، شخص. راه هذا هو علاش. اما شتي كنت لقيتو معايا انايا ماشي بحال هكا، راه هاد الكومونتير هذا راه غيتحط في القضاء، لان راه فيه واحد النوع ديال راه خطر على المجتمع، راه ما مزيانش. لهذا راجعوا راسكم وراجعوا نفوسكم، عرفوا اش كتكتبوا، لان راه كومونتير يقدر يدخل بك يدي بك الهويه، راه ما مزيانش. انا ما غناديكمش وما عمر ما غنادي شي حد الا كنخلي امري لله عز وجل، هو اللي قادر بكم وصافي. كنشفق عليكم صراحه، والله العظيم اللي كنشفق عليكم. لا حول ولا قوه الا بالله. نهضر ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل. زعما كتعبوني انا غادي نطيق بحال هذا الشيء هذا؟ ما كنامنش بهذا الشيء. الحمد لله اللي عندنا الامن في البلاد. ما حد، انا كنعرف بان الله معايا، كنخاف حتى من شي حاجه. كنت كنخاف وكانت رهيفه وكانت هذا، ولكن دابا راه صافي طحت واحد الطيحه، وديك الطيحه قوتني الحمد لله. كنت كنسمع بهاد الهضره هادي شحال هذا، كنسمع الطيحه الضربه اللي ما تقتلك كتقويك بحال هكا ياك. وراه بصح عاد وقفت على هاد الهضره هادي. راه شتي الضربه ملي كتجيك شي ضربه وكطيحك، كون على يقين راه ملي كتنوض قوي بزاف. داك انا بصح كنت كنخاف من الريح، لا سمعته هكايا كنت كنخاف، ولكن دابا انا عارفه بان الله عز وجل معايا الحمد لله.
الرزق كيرزق الله، الرزق هو الله، وكان امن بهذا الشيء ومزيان كاع. كونوا على يقين احبابي في الله، كونوا على يقين بان الله عز وجل راه قادر قادر يحل لكم 10 د البيبان وحدين اخرين، وهذه عن تجربتي انا الخاصه. فملي كيتسد واحد الباب في وجهكم فما تبكيوش، عافاكم، ما تبكيوش، لان انا عارفه وبتجربتي بان ملي كيتسد واحد الباب من واحد الجهه راه كيتحلوا 10 د البيبان. حيت حاشا ولله ربي غادي يضيع واحد الانسان اللي قلبه كبير وقلبه بياض وكيبغي الخير للناس وكيفرح مع الناس وكيعجبو يدير الخير، فما يمكنش يضيعوا الله عز وجل. فشحال ما كدير الخير وشحال ما كتبغي الخير، غير شتي الا كان شتي الخير كما كان، سواء بالماده ولا باي حاجه، شتي غير الابتسامه، غير القلب الابيض، شتي كلشي على القلب. كونوا على يقين اللي عنده قلب زوين فما تخصو حتى شي حاجه، ربي ما يخيبوش. هادشي عن تجربتي انا. فاي حاجه، اي رزق، اي واحد كيرزقو الله عز وجل، والا هاد كيرزقو على نيته، على قلبه. فانا ما كنأذي حد، ما كندير حتى شي حاجه خايبه ما مزياناش مع الناس، غاديه الطريق ديال الله تعالى. فكيفاش غادي يخيبني الله؟ كما قلت لكم، الا تسد واحد الباب ما تبكيوش على داك الباب، ارجوكم، حيتاش انا كنعني اش كنقول. والله حتى كيتحل لكم 10 د البيبان وحدين اخرين. كاينه واحد الاخت كتبت لي في كومونتير، ما شاء الله ما شاء الله، شحال الكومونتيرات زوينين، شحال عندي خاصني باش نقرا الكومونتيرات عليكم، خاصني معكم واحد بزاف الايام والايام، كل نهار خاصني نقرا. ما عرفتش شحال ديال الكومونتيرات اللي كتجيني في النهار، تبارك الله، كتجيني 400 كومونتير، 100 كومونتير، 200 كومونتير، كلهم زوينين كلهم. قليل الا كيجيني بحال شي كومونتير بحال هكا، الله يهديهم هذوك اللي كيكتبوا داك الكومونتير الخايب. انا ما كيجيوني، انا دوك الكومونتيرات متاكده ما كيجيونيش من الحباب الاعزاء. ما علينا. كما قلت واحد الاخت قالت لي يا اختي فريده، ولي تقولي بارطاجيو، ولي تقولي تابوناو معايا، ولي تقولي ديروا جيم. هنا انا غادي نجاوبك اختي، غادي نقول لك شكرا بعدا، لان انت ما قلتي لي ديك الهضره وحتى كنتي باغيه ليا الخير وباغيه زعما القناه تكبر دغيا، وبغيتي راكي مهتمه بيا وراكي حاضيه معايا، والحمد لله، شكرا لك بزاف اختي. ولكن انا غادي نجاوبك على هذه الهضره. انا طبعي من صغري ماشي الله، دائما من النوع اللي ما كنقولش لشي حد زعما عطيني، دير ليا، عاوني، دير معايا ولا شي حاجه هكاك دايره. وربي عز وجل سبحان الله كيدير لي الله ناس في طريقي كيعاونوني بلا ما نقول لهم، وكيدير لي الناس زعما هكا كيحبوني بلا ما نسعى ليهم، زعما نقول لهم ديروا لي، هي ما فيها والو. ماشي انا كنقول ضروري الواحد الا كيقول لواحد خوه مسلم ولا كيقول لي دير ليا ولا عاوني ولا دير معايا هاد الحاجه بان راه زعما شي حاجه خايبه. لا بالعكس، بالعكس، حنا علاش مسلمين وعلاش باش نعاونوا بعضياتنا. ولكن انا هكا، انا كنهضر على راسي، انا من النوع اللي ما كنقدرش نقول بارطاجي ولا نقول ديروا ابوني ولا راه الا لاحظتوا بصح ما كنقولهاش، ما عمرني ما قلتها، وما عمرني ربما غادي نقولها، لان ما كتجينيش نقولها. وحاجه اخرى، انا كنامن بان الله ملي كيبغي يرزق شي واحد راه كيرزقو، راه بلاش ما واخا ما نقولش. الحمد لله القناه ديالي غاديه كتطلع شويه بشويه، واخا غاديه ما غادياش بواحد السرعه هكا كبيره، ولكن الحمد لله، الله يجعل البركه. انا قنوعه الحمد لله، راه غنتوما فيكم الخير والبركه، ولا تزاد شي حد واللي كيتزادوا مرحبا بهم والف مرحبا، الحمد لله خير كبير من عند الله تعالى. والقناه ديالي الحمد لله زعما طلعت في واحد الوقت وجيز، بلا حتى شي زعما ما بلاش ما تقول تابونا ولا بارطاجي ولا حتى شي حاجه. الحمد لله راه كنحمد الله ونشكره. انا ما كنحسبوش ابوني، انا كنحسبو
كنحسبهم احبابي اللي كيدخلوا عندي وكنفرح بهم كيشاركوا معايا الافكار ديالهم وكيحبوني. الصراحه كنحس بانهم كيحبوني بلا حتى شي طمع بلا حتى شي حاجه. راه النعمه نعمه من عند الله. انا بركه عليا نتوما. واللي تزاد مرحبا بي والف مرحبا. وكما قلت عندي المشاهده الحمد لله قانعه بها ومزيانه. راه شي حاجه، راه النعمه ديال الله عز وجل. الحمد لله كنحمد الله ونشكره. ما كيهمونيش عدد المشاهدات قد ما كيهموني الاحباب اللي كيحبوني واللي كنحبهم حتى انا في الله واللي كنشارك معاهم. وزعما راه شتي ندير اللي ندير كنشقى. انا كنصارحكم كنهضر معاكم بكل صراحه. كنكون كنشقى في الدار، كنكون طيب، نكون مع وليداتي كنصايب ليهم ونقاد ليهم الامور ديالهم، كنقاد الامور ديالي، كنسالي داك الشقا، نسالي داك الامور اللي كندير. عقلي خصني غادي نمشي فاش غنمشي نستراح كنستراح. شحال هذا قبل ما نتعرف عليكم قبل ما ندير هاد القناه، ملي كنت كنستراح كنمشي كنستراح في شي فيديو، كنتفرج شي برنامج، كنشوف شي شهيوات شي حاجه. ولا دابا كنمشي للقناه ديالي كنطلع على الكومونتيرات وكنقرا الكومونتير اللي كيكون يلاه دخل جديد وكنفرح بدوك الكومونتيرات. عرفتي كنتقوى وكنحس بواحد السعاده وبواحد الراحه. الا كنت انايا في حياتي طحت واحد طيحه خايبه ونط كما قلت لكم وتشافيت الحمد لله، وليت تشافيت بكم اكثر واكثر. تيقوني هاد الهضره اللي كنقول لكم، الا تشافيت بكم اكثر واكثر عرفتي ما خليتوش ليا شي فراغ في الحياه ديالي نهائيا. عشتي هاد القناه اللي رزقني بها الله عز وجل، سواء ماديا كما كيقولوا شي وحدين او لا غير دوك الاحباب اللي عطاني كما قلت لكم راه كنحس بهم بواحد السعاده صدقوني. وعاد لا كانت الماده فالحمد لله. الحمد لله كنحمد الله على هذا الرزق هذا اللي عطاه لي الله على قد نيتي وعلى قد قلبي، لان انا كنبغي كما قلت الخير للناس وما كنأذي حتى شي واحد وما ديت حتى شي حاجه لشي حد. بلا اختي ما نقول بارطاجي ولا حتى شي حاجه. راه ربي راه كيرزقني، راه الرزق ديالي راه كيجي حتى لعندي، سواء بكم حبابي الزوينين ولا ماديا. راه رزقي راه كيجيني حتى لعندي الحمد لله. هادشي اللي بغيت نقول. كاين الناس اللي كيقولوا بارطاجيو ديروا جيم دخلوا عندي، علاش ما كتابوناوش معايا، علاش ما كديروش وهادي وكيقولوا ملي كتمشي تشوف في القناه ديالهم مثلا كتلقى بان راه هادوك الناس اللي غيتابوناو راه هما وصافي اللي غيتابوناو، راه ما كتزاد شي حاجه. زعما بديك الهضره قوه الهضره بارطاجي وديروا راه ما كتزاد حتى شي حاجه. زعما ما غاديش تزاد شي حاجه زايده. راه اللي بغى يتابونا معاك اللي بغى كيتابونا معاك راه غايتابونا. وانا كنعتبر انه مثلا شي واحد اللي كيتابوناو عنده الناس لاجل المصلحه، لاجل شي حاجه كيلقاوها في داك الشخص بان راه غادي شي حاجه كيعطيها ليهم، راه فرق كبير مع انه الناس كيدخلوا عندك يشوفوا غير كيشوفوك كتهضر ولا كتعطيهم غير شي حاجه بسيطه وكيفرحوا بها وكيشجعوك وكيحبوك لله بدون مصلحه ولا حتى شي حاجه. راه والله لا نعمه. راه شحال ما نعبر ما نقدرش نعبر لكم، وشحال ما نهضر ما نقدرش نهضر لكم بزاف على هذا الشيء. المهم باش ما نطولش عليكم في هذا الفيديو هذا كنكتفي ربما وكنقول هذاك الشخص اللي كتب كومونتير سير راجع راسك، لان هذا الكومونتير راه خايب عليك مع الله تعالى وخايب عليك حتى بالنسبه للمجتمع. وهذا الشيء اللي غادي نقولك ما تبقاش تكتب لي بحال هاد الكومونتيرات، لان انا هاد الكومونتيرات ما كيخوفونيش، ما كنخافش. انا كنخاف غير من الله تعالى وما حد الله معايا انا ما عنديش مناش نخاف. وداك التخربيق ديال الرماد الفيرما غتولي رماد وانا كنشوفو ما نقدر ندير والو، فلا حول ولا قوه الا بالله. وبلا ما تصدعوا راسكم معايا، انا راه انسانه ظريفه ومزيانه وقلبي ابيض وكل شيء، ولكن ما كنامنش بالتشعويد، ما كنامنش بالتخربيق، ما كنامن حتى فشي حاجه. كنامن الا في الطريق الصحيحه، الطريق ديال الله عز وجل. يلا كنخليكم على خير والله يحفظكم وربي يخليكم وشكرا بزاف الله يعاونكم.